بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عايز أسأل حضراتكم سؤال. لو أنت في البيت وبعدين جالك رجل صالح من أقاربك، وبعدين نزل في البيت اللي أنت قاعد فيه، وبعدين طلب منك أنك تصلي معاه، إزاي هيكون حالك لو أنت إنسان مش مواظب على الصلاة؟ طب لو طلب منك الإنسان ده أنك تقرأ معاه في كتاب الله عز وجل، وانت المصحف اللي انت حطه في البيت يعلوه التراب ولم تمسه منذ شهر رمضان الذي فات، طب لو طلب منك انك توريه اقرب مسجد وانت قاعد البيت وطريح الوسادة، عمرك اصلا ما رحت المسجد، لا تصلي الا في البيت، حالك هيكون ايه؟ او رد فعلك هيكون ايه؟ خليك صادق مع نفسك. اغلب الناس لما هينطلب منها او من الضيف اللي عندها في البيت انها تصلي هيصلي، ولو طلب الضيف منه انه يقرأ معاه قرآن هيقرأ معاه قرآن، ولو برضه نفس الضيف طلب معاه انه يوديه المسجد هيروح معاه لحد المسجد ويدخل ويصلي معاه في المسجد، وهو عمره ما فكر في مرة انه ياخد القرار من نفسه ويروح المسجد. تفكروا ده ليه؟ هل هو التزم وتاب اول ما الضيف جاله؟ لا، لكن الحقيقة المرة ان الانسان ده عمل هذه الامور حياء من هذا الرجل. لما انطلب منه انه يصلي هو صلى حياء من الرجل ده، علشان خاطر هو الراجل نفسه هيطلب منه انه يصلي، فهو مش عاوز يرفض الصلاة، فالراجل يقول له هو انت ما بتصليش ليه؟ فكان حياء من الرجل بدأ يعمل ايه؟ بدأ ان هو يصلي. ايضا لما انطلب منه ان يقرأ قرآن قرأ القرآن حياء من هذا الرجل. ولما ايضا انطلب منه من نفس الرجل انه يصلي معاه في المسجد راح المسجد ودخل وصلى حياء من هذا الرجل، حياء منه ومراعاة لشعور الرجل الضيف اللي معاه. لكن هل هو ما سألش نفسه انا ليه صليت؟ ليه ما سألش نفسه هو أنا ليه عندي حياء من الناس وما عنديش حياء من الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا عايزك تستحي من ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك زي ما بتستحي من الرجل الصالح من قومك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك زي ما بتستحي من الناس استحي من الله. لو انت واقف قدام بيتك وماسك سيجارة في ايدك وبعدين فيه رجل صالح او رجل شيخ او داعية ومعدي عليك، اكيد انت حياء من هذا الرجل هتبدأ تطفئ هذه السيجارة، او على الاقل هتبدأ تخبئها خلفك. ومع ذلك انت بتشرب السيجارة دي وانت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع عليك. ولذلك احد السلف كان بيقول ان المنافق ينتظر فاذا لم يرى احدا دخل مدخل السوء. الانسان المنافق بينظر دائما حواليه، لو ما لقاش حد بيبدأ يعمل معاصي والذنوب. ليه؟ انما يراقب الناس ولا يراقب الله، لأنه هو دايما عينه على الناس ليست عينه على الله عز وجل. أوليس الله سبحانه وتعالى ملك الملوك بجلاله وعظمته وقدره وكماله الذي هو أحق أن تستحي منه؟ هو أنت مش المفترض أنك تستحي من الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله بيفكرك في القرآن كل مرة لو أنت بتقرأ القرآن أو بيقرأ عليك القرآن ما بتمرش عليك الآية اللي بتهتز لها القلوب؟ ربنا عز وجل يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا اللي بيشوفك في كل حال. هو انت عارف ان من صفات ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هو انت مش عارف ان ربنا عز وجل بيطلع عليك في كل حال، يراك في السر والجهر، يراك في الليل والنهار؟ لان ربنا برضه هو اللي بيقول